حضرتك بترجعني 14 سنة لورا دلوقتي. 14 سنة متجوزين؟ 14 سنة فعلا. وعندك سارة ورامي ومحمد. كويس. تعالي افكرك. انت اول مرة شفتيه ازاي؟ شفتيه بلكونة مثلا؟ هقول لحضرتك حاجة. هو كجار بالنسبة لي كان سمير خفاجة. وكاصحابي بيجوا لي وانه مجموعة فنانين بيبقوا موجودين وبتاع، كحب استطلاع حضرتك لازم تبص طبعا، وخصوصا بين الشباك والشباك متر. حضرتك كنت عايشة مع جدتك؟ مع جدتي فعلا. مظبوط. فالواحد كان بيبص تلاقي ايه ملحوظه من اي حد موجود، بصه طريقه زي ايه نقول معاكسه. الوحيد كان عادل اللي ما حاولش يعاكس، ما حاولش يبص، ما حاولش يتكلم. ده لفت نظري. ده لفت نظري. والله احنا كنا شله كده الحقيقه، كنا يعني كنا قاعدين عند سمير خفاجه دايما. فالحقيقه فجاه لقينا الشباك اتفتح وخرجت شيء كده له حضور ومبهج كده. فالحقيقه كل اللي حوالينا او اللي حواليا حاولوا يعكسوها يعني. انا الوحيد اللي ما حاولتش يعني اعكسها يعني، لان انا ما اعرفش اعكس اساسا. يعني عمري مثلا ما مشيت ورا واحده قلت يا جميله يا حلوه او اقعد اسبل لحد مش عارف ازاي، ما اعرفش. يعني عمرك ما قلت لحد يا عسل ولا حاجه؟ لا 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 في الافلام جايز. انما لا انا ويعني مش دي الطريقه اللي تعجبني في انك انت تجتذب حد. يعني بيقول لي هو مره ان هاله هي اللي اتجوزتني. التعبير ده دقيق؟ يعني نوعا ما. لا مش عايز نوعا ما، انا عاوزك تقولي لي بالظبط. قال لي كده، قال لي انا اللي اصريت ان احنا نتجوز. ازاي من فضلك؟ ما اعرفش، كشاب وبيخاف وبيخش كتجربه جديده ومسؤوليه. هو في يوم من الايام قال لي انا ما بفكرش بالارتباط. اول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنتجوز، يعني هنبقى صداقه يعني. فقالت له اوكي، فاتجوزنا بعد السنه. وبعدين بعد ما اتجوزنا قلت لها احنا مش هنخلف، يعني لان انا مش من يعني من انصار اللي احنا عشان يعني ملوش لازمه. فرحت مخلف جايب رامي. فبعد ما خلفت جبت رامي، فقلت لها طب كويس يعني ابن واحد ولد واحد كفايه، لان انا مش من طبيعتي الا انا يعني يبقى يعني عشان نقدر نعيش حياتنا كويس. فرحت مخلف ساره. فبعد ما خلفت ساره ورامي قلت لها كويس قوي يبقى ولد وبنت، يبقى شيء ظريف جدا وجميل جدا يعني، وما نتحملش عشان كمان نقدر نعيشهم كويس. فرحت مخلف محمد. فانا لغايه دلوقتي قلت لها كفايه، يعني مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. رامي انت بابا مسميك ايه؟ لا سميني الحاج طلب. ده انا صوتك مش سامعه وانا عايز الناس تسمع صوتك. سميني الحاج طلب. الحاج طلبه؟ وساره بابا مسميك ايه؟ الحاجه زينب الدمردشيه. الحاجه زينب الدمردشيه؟ ايه الفكره من الاسم ده؟ يعني انت اسمك الحاجه زينب الدمردشيه ليه؟ هو مسميني كده. وانت ليه؟